انت عارف انك لما تقطع عظم ايدك او عظم ظهرك ممكن يحصل لك خشونه بدري. اعزائي الموجوعين والموجوعات، دي واحده من اشهر الخرافات اللي بنسمعها عندنا في العيادة. كتير مننا بيفتكر ان لما يقطع عظم صوابعه او عظم ظهره ممكن يدمر غضاريف المفاصل دي، وبالتالي ممكن يجيب له خشونه بدري. تعالى اشرح ايه اللي بيحصل بالظبط. مفاصل جسمنا زي مفاصل الركبه ومفاصل الصوابع بيكون فيها سائل اسمه السائل الزلالي. السائل ده وظيفته انه بيزيت المفاصل دي، بيحسن حركه المفاصل، كمان بيقدم غذاء للغضاريف بتاعه المفاصل. لما نيجي نطقطق صوابعنا او نطقطق مفاصلنا فبيحرك المفصل بطريقه معينه. الحركه دي بتغير الضغط جوه السائل الزلالي وبتخلي فيه فقاعات هواء صغيره جدا تتكون جوه. الصوت بقى بتاع التقطيع اللي بنسمعه هو صوت انفجار الفقاعات دي. يعني الموضوع كله مجرد ظاهره طبيعيه، مش دلاله على اي ضرر بيحصل في الموضوع. الدراسات العلميه اثبتت ان تقطيع المفاصل ملهاش اي علاقه بتطور خشونه المفاصل دي على المدى الطويل. المهم انك ما تقلقش من الصوت ده. تقلق امتى؟ لو في الم مع التقطيع او حصل تورم في المفصل ده، ساعتها لازم تستشير الدكتور. لو عاوز تعرف اكتر عن امراض العظام تابعني، انا دكتور محمد الجوهري، وده كان كلام في العظم. انت عارف انك لما تقطع عظم ايدك او عظم ظهرك ممكن يحصل لك خشونه بدري. اعزائي الموجوعين والموجوعات، دي واحده من اشهر الخرافات اللي بنسمعها عندنا في العيادة. كتير مننا بيفتكر ان لما يقطع عظم صوابعه او عظم ظهره ممكن يدمر غضاريف المفاصل دي، وبالتالي ممكن يجيب له خشونه بدري. تعالى اشرح لك ايه اللي بيحصل بالظبط. مفاصل جسمنا زي مفاصل الركبه ومفاصل الصوابع بيكون فيها سائل اسمه السائل الزلالي. السائل ده وظيفته انه بيزيت المفاصل دي، بيحسن حركه المفاصل، كمان بيقدم غذاء للغضاريف بتاعه المفاصل. لما نيجي نطقطق صوابعنا او نطقطق مفاصلنا فبيحرك المفصل بطريقه معينه. الحركه دي بتغير الضغط جوه السائل الزلالي وبتخلي فيه فقاعات هواء صغيره جدا تتكون جوه. الصوت بقى بتاع التقطيع اللي بنسمعه هو صوت انفجار الفقاعات دي. يعني الموضوع كله مجرد ظاهره طبيعيه، مش دلاله على اي ضرر بيحصل في الموضوع. الدراسات العلميه اثبتت ان تقطيع المفاصل ملهاش اي علاقه بتطور خشونه المفاصل دي على المدى الطويل. المهم انك ما تقلقش من الصوت ده. تقلق امتى؟ لو في الم مع التقطيع او حصل تورم في المفصل ده، ساعتها لازم تستشير الدكتور. لو عاوز تعرف اكتر عن امراض العظام تابعني، انا دكتور محمد الجوهري، وده كان كلام في العظم.